كل التولز واللايبريز اللي بنستخدمها هي بايثون، وده نظرا ان بايثون من اكتر اللغات المنتشره في الويب سكرابنج، ولكن انا هذكر ليك بعض اللايبريز اللي ممكن تستخدمها بالنود جي اس او الجافا سكريبت وتقوم تقريبا بنفس الفانكشن. وهنحاول ننوع في التطبيقات ما بين الجافا سكريبت والبايثون، بس في معظم الاحيان هنستخدم البايثون اكتر، ولكن انت ليك كل الصلاحيه تختار البروجرامينج لانجويج اللي انت عايزها، لان الويب سكرابنج مش معتمد على بروجرامينج لانجويج معينه، هو كونسبت او سكيل. فانا من خلال الفيديو ده هدي لك الكونسبت باكتر لغات البرمجه المنتشره فيه، ولك الاحقيه الكامله تختار اللي انت عايزه. اول اداه معانا وهي البيوتيفول سوب، وهي الى حد ما بسيطه وسهله الاستخدام، وتقدر تقول انك تقدر تستخدمها مع الصفحات اللي فيها HTML او XML، ومناسبه جدا لو بتتعامل مع مواقع ستاتيك وما فيهاش جافا سكريبت، وفي نفس الوقت بتكون عدد الصفحات في المواقع دي تكون قليله. هتكون ممتازه جدا لو انت بتتعامل مع مواقع زي ويكيبيديا او المواقع الاخباريه زي البي بي سي، وده مثال سريع عليها بالبايثون. التول الثانيه وهي سكريبي، من اهم مميزاتها ان هي سريعه جدا لانها مبنيه على الاسynchronous requests، بتعالج الاف الصفحات بسهوله وبتوفر اداره متقدمه للطلبات او الريكوستس. ده غير ان هي بتسمح بتخزين البيانات بطرق مختلفه، سواء كان عن طريق الداتابيز او ملفات الجيسون او السي اس في. امتى تحتاج تستخدمها؟ لو بتجمع داتا من اكتر من صفحه، هتكون مناسبه مثلا لمواقع زي العقارات زي زيلو او بايت، بحيث ان هي تتيح ليك استخراج تفاصيل العقارات والاسعار بتاعتها، او مواقع زي مواقع التوظيف زي اندد ولينكد ان، بحيث ان هي تساعدك انك تجمع بيانات عن الوظائف المتاحه او الموظفين المتاحين في المجال ده لو انت HR، وده مثال سريع عليها. اخر تول معانا وهي سيلينيوم. باختصار شديد، سيلينيوم تستخدمها في حاله ان الموقع نفسه فيه جافا سكريبت، لان هي بتنفعك جدا في تنفيذ الاكشنز زي مثلا الضغط على زرار او تسجيل الدخول او البحث في الموقع. اي اكشن بتحتاج تنفذها في الموقع تقدر تنفذها لك، فلذلك هي مربوطه شويه بالجافا سكريبت والايجاكس. يعني اللي عايز اوصله لك ان مش شرط تكون البيانات موجوده فعليا في ال HTML بصوره مباشره، ودي هتكون ممتازه جدا في مواقع زي امازون او فيسبوك او تويتر، بالاضافه لجوجل سيرش، وده مثال عملي بسيط عليه. يبقى خليني الخص لك الموضوع. انت هتستخدم البيوتيفول سوب في حاله انك بتتعامل مع صفحه واحده بس، وهتستخرج الداتا مباشره من ال HTML، وهتستخدم السكريبي في حاله انك بتتعامل مع اكتر من صفحه، وهتستخدم السيلينيوم في حاله انك بتتعامل مع موقع فيه جافا سكريبت. ودي بدايل برز بالجافا سكريبت.